السلام عليكم، معاكم محمود الهيدي من جيم مصر. النهارده بس كنت عايز اتكلم عن حاجه كويسه جدا، ان في كتير اسئله سالتني ازاي نسخن قبل التمرين وايه بالظبط اللي نعمله عشان نسخن. احنا اتفقنا جدا قبل ما تلعب اي حاجه، حتى لو عندك صدر النهارده او رجلين او كتف او اي عضله، قبل ما تخش الجيم تخش على طول. انا واحد من الناس كنت فعلا دي كانت غلطتي، كنت بخش الجيم كنت بلعب مثلا 10 ضغط او 10 عقله وبخش اتمرن، حصلت لي اصابه في كتفي وقعدت 6 شهور ما بعرفش اتمرن. الحل الوحيد ان انت اصلا تتجنب الاصابه ان انت تسخن كويس جدا. معنى التسخين ان انت مثلا من 5 ل 10 دقائق او من 5 ل 15 دقيقه تعمل اي حاجه على جهاز الكارديو، يعني مثلا زي المشاية تمشي عليها، او اي اجهزه تانية ممكن تطلع عليها عجله تمشي. لو انت ما فيش الاجهزه دي عندك في الجيم مفيش اي مشاكل، ممكن تطلع بره في الشارع تجري شويه حوالين الجيم وترجع تاني. حلو الكلام، بس ده مش كفايه للاسف. الجري او الكارديو مثلا ما بين مثلا 5 ل 15 دقيقه مش كفايه. انت بعد ما تعمل الموضوع دوت لازم تسخن عضلات جسمك كلها. يعني انت لو فكرت فيها، جسمك نفسه مفاصل واربطه. انت لو من غير ما تحرك الحاجات دي كلها بوزنك الطبيعي وتخش تشيل اوزان هتصيب نفسك، يعني هتسبب ان يحصل لك اصابه وانت مش عايز كده. للاسف لو اصابه حصلت لك بتقعدك في البيت ما لا يقل مثلا عن 6-8 اسابيع. حلو الكلام. فهوريك شويه حاجات دلوقتي ممكن تعملها. ممكن في ناس فعلا هتستهزأ بالموضوع دوت وتقول لك الكلام دوت ما عنديش وقت اضيعه ان انا اعمل الموضوع دوت، بس نصيحه مني وعن تجربه شخصيه، الوقايه خير من العلاج. لو ما عملتش كده للاسف دلوقتي او قدام ممكن تسيب نفسك. فحاجات ممكن تعملها ان انت ممكن تعمل كتافك كده اهوت طلعه قدام. حلو الكلام. وبعد كده بعد ما تخلص ترجعه ورا بالراحه خالص. انت بتحاول على قد ما تقدر بتجيب كل اتجاهات جسمك، سواء بقى من كتفك من ركبك من كل حاجه. حلو الكلام. تخلص اول دراع وبعد كده بتعمل الدراع الثاني نفس النظام بالراحه خالص، وبتحاول تجيب كل حركه. يعني مثلا ما بتعملش كتافك بس كده، لا بتحاول تجيبها من ورا على الاخر لغايه ما تعمل. وبعد كده برضو ايه، بتفك جسمك خالص جدا على قد ما تقدر. تاخد نفس جامد وبتنزل تحت وبعد كده بتطلعه خالص. تاخد نفس من تحت خالص وتكتمه تطلعه فوق كامل. نفس النظام، تاخد نفس تاخد على جنبك وتطلعه، بتحاول تفك على قد ما تقدر وسطك. نفس النظام هنا في النص، تطلع الناحيه الثانيه وتطلعه. حلو الكلام. انت كده يعتبر سخنت جسمك اللي فوق. من تحت برضو حتى لو هتتمرن حاجه بس فوق، يعني مثلا لو هتتمرن صدر او ظهر او كتاف لازم تسخن رجلك. صدقني دي عن تجربه شخصيه، لازم تسخن رجلك. انت للاسف ممكن تلعب حاجه فوق تبوظ مثلا حاجه في القطنيه او في رجلك من تحت، فبرضه هتسخن برضه بالراحه جدا. تطلع ركبك فوق وبعد كده بتاخد ركبك من جوه وتطلعها فوق، من جوه بتطلعها لغايه بره. ده عشان المقعده بتاعتك بالظبط هي عباره عن مفصل. نفس النظام بتدخلها من تحت. حلو الكلام. بعد كده هاي ني ركبك عاليه وبعد كده بتزود بس بتحطها كده اهو. نفس الشغل اللي اشتغلته هنا هتشتغله على الناحيه الثانيه. برده حاجه ثانيه، بتنزل تقف في نفس الوقفه بتاعت السكوات اللي احنا اتكلمنا عليها. تنزل تحت تمسك ايدك، تمسك مش رجلك بايدك، تحاول على قد ما تقدر بس تفك المقعده بحيث انت تبقى ايه، رجلك مفكوكه وتعرف تتمرن كويس. وانت من هنا هو تطلع تقف وبتنزلها تحت خالص. حلو الكلام. حاجه ثانيه برضو، تفتح رجلك لغايه الاخر، تنزل تحت كده اهوت، بتحاول تفك رجلك خالص من هنا. على حسب انت مرونتك عامله ازاي بتحاول تفرد رجلك لقدام. هتحس بشد فعلا في العضله الخلفيه من هنا اهوت. خليها اي حاجه وانت بتحاول تسخن نفسك وانت بتحاول تفك، انت مش بتزق نفسك على الاخر، انت بتلعب يعني بتحاول بفهم شويه ان انت ايه، بترخي جسمك واحده واحده بالراحه خالص. يعني لو حطيت بشد كبير مش شرط ايه تغصب على نفسك، انت بس بتفك واحده واحده. نفس النظام اللي هتعمله هنا هو برضو نفس النظام، هتغير بالراحه خالص. انت بتحاول بس ايه، بتهيئ جسمك. انت هتخش تشيل حديد، انت ما ينفعش من ساعه ما انت دخلت من الجيم بره تخش تشيل على طول. دوت التسخين دوت تسخين لاي عضله هتتمرنها. تعالوا بقى نتكلم، انت هتتمرن حاجه لجسمك من فوق. هتجيب مثلا دمبلين صغيرين جدا
دول عباره عن 2 كيلو. حلو الكلام. لازم 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 تسخن كتفك، سواء هتلعب صدر او كتف او ظهر. كتفك ده بيتعرض للتحمل كبير جدا، فعلى قد ما تقدر بتعمل رفرفه جانبي بالراحه خالص. بتشيل مثلا وزن، انا بقول لك دوت مثلا حوالي 2 كيلو او 2 كيلو ونص، هتلعب مثلا فيهم حوالي 20 عده بالراحه خالص. انت كل اللي انت بتحاول تعمله بتقوي الاربطه الصغيره اللي هنا. برضه بتلعب مثلا ايه، اعمل مثلا كأنه ايه تمرينه صغيره، بتلعب مثلا دورين بالدور في 20، ومن هنا مثلا برضه نفس النظام كده اهو، وزقها فوق برضه دورين في 20، اوزان خفيفه جدا. وبرضه جيبها اللي هو ايه الكتاف الجانبي نفس النظام، برضه دورين في 20 بحيث يكون وزن خفيف جدا دوت كده، عشان كتفك يفضل ايه كويس وما تعرضوش للاصابه. لو عندك حاجه زي الريزيستنت باند دوت اللي هو بالظبط زي يعتبر زي في نفس الاستك، حلو الكلام، ممكن تمسكه كده اهوت، وبرضه تحاول ايه تفك كتفك فيه، تنزلها لغايه تحت وتطلعها لغايه فوق. كل دوت على حسب مرونتك انت عامله ازاي. لو انت اخرك كده اهو خلاص مش مشكله، مش شرط تغصب نفسك تنزل لغايه الاخر، بالراحه كده اهوت تنزلها تاني. بتحاول على قد ما تقدر بس تفك وتسخن على قد ما تقدر. كلامنا دلوقتي على التسخين، سواء انت بقى لسه مبتدئ وهتلعب مثلا تمرين الجنرال، حاول على قد ما تقدر تعمل التسخين دوت. لو انت متقدم في اللعبه وهتبتدي تعمل التقسيم بتاعك، هتخش تعمل التمرين بتاعك العادي. ده بالظبط هياخد منك حوالي ما بين، يعني بعد ما تعمل كارديو من 5 ل 10 دقائق، ده ممكن ياخد منك برده 5 ل 10 دقائق. الفتره دي اللي هي 20 دقيقه او 15 دقيقه انت هتسخن فيها، دي بالنسبه لي انا اهم 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 من التمرين. يعني انت ممكن تخش تمرين وتبوظ نفسك. تعالى بقى نتكلم في شويه معلومات عايزين نتكلم عليها قبل ما نخش التمرين. حلو الكلام. في شويه حاجات بسمعها للاسف الكلام ده كله غلط. يعني ناس كتير جدا يقول لك العضلات او انت بتتمرن الدهون هتتحول لعضلات. الكلام ده غلط. الدهون والعضلات حاجتين مختلفين تماما. لا العضلات بتتحول لدهون ولا الدهون اللي بتتحول لعضلات. الدهنه لما انت بتتمرن انت بتخسسها، انت بتحرق سعرات حراريه، فكميه الدهون نفسها بتخس. حلو الكلام. وانت بتتمرن حديد بتبني عضل، فعشان كده العضل بيكبر. حلو الكلام. في ناس بتقول لك لا، طب ما انت لما بتتمرن وبتبطل العضلات بتتحول لدهون. للاسف الكلام ده غلط جدا. الفكره كلها حاجه بسيطه جدا. اي مش بس بتوع حديد، اي رياضه في العالم، الرياضي نفسه وهو بيتمرن بيستهلك كميات سعرات حراريه عاليه جدا، فمحتاج ان هو ياكل اكل كتير جدا، فبياكل كتير. حلو الكلام. لما بيبطل التمرين الاكل بتاعه ده بيفضل زي ما هو، فبيضطر للاسف ان هو كل السعرات الحراريه ما بيحرقهاش، فبتتحول لدهون. عشان كده الناس بتحسب انت لما تبطل حديد العضله بتتحول لدهون. الكلام ده غلط جدا. حلو الكلام. حاجه ثانيه، تمارين البطن مهمه جدا. حلو الكلام. بس تمرين البطن بتقوي عضلات البطن، مش بتنزل الدهون على البطن. الدهون في البطن زي اي دهون في اي منطقه ثانيه في الجسم، عايز تنزلها تظبط اكلك تلعب كارديو. بس عضلات البطن مهمه جدا لتقسيمه البطن والتقويه. التقسيمه البطن نفسها دي كل واحد مختلف في الجينات بتاعته، تقسيمه التشريحي نفسه هو شكله عامل ازاي. انت لو بصيت على الابطال كلهم هتلاقي في ناس عندهم 4، في ناس عندهم 2، في ناس عندهم 8. حلو الكلام. فده بيختلف من كل واحد للتشريح نفسه. فالكلام اللي هو فيه كلام معين اللي هو ناس تقول لك لا الحديد بيخلي مثلا بطل حديد بيتحول كله لدهون، او الدهون بتتحول لحديد، الكلام ده كله للاسف غلط. يلا يا اوامر، السلام عليكم.